نعم نعم، جرى ايه يا سي محفوظ؟ وهو ده كتير على ابني؟ هو انت يعني بتجوزه كل يوم؟ امال ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا حبيبي، انا ابني لازم يتشرف قدام نسايبه. هو انا ابني شويه؟ الله، جرالك ايه يا فوزيه؟ هو انا كل ما اكلمك تقولي لي الموال ده؟ هو ابنك لوحدك؟ ما هو ابني انا كمان، بس الرحمه حلوه. انا ما قلتش مش هدفع، انا هدفع بس بالمعقول يا فوزيه، وانت كملي الباقي. منين؟ من الفلوس المتلتله في البنك يا فوزيه، ورث المرحوم ابوكي. وانت خليت لي حاجه؟ ما انت ياما خدت، واخرتها ايه؟ رحت وجبت لي ضره. لا يا حبيبي، الكلام ده ما ينفعنيش، انت اللي لازم تتصرف. ولا خايف الست لولا تقول لك بالسلامه والقلب داعيلك؟ ما هي خلاص كلت وشبعت. لا، الكلام مش فض مجالس، انا عايزه افرح بابني والكل يشهد بفرحه. لا يا محفوظ، انا مش شايفه ان ده كتير، كل الناس بتعمل كده. غريبه يا لولا، ده انت بتعملي لي موال لما بتعرفي انهم بياخدوا مني فلوس. ما انا برضو يا حبيبي بعمل لمصلحتك. يعني بدل ما كنت هتدفع لابنك 5 مليون جنيه، بالكتير قوي هتدفع نص مليون. يعني انا هوفر لك 4 مليون ونص. دلوقتي بس عرفت انك استاذه في الحسابات. وعندي فكره كمان هتوفر لك اكتر واكتر واكتر. سمعيني يا ستي. مش ضروري تشتري لابنك شقه. امال هيسكنوا فين؟ هيسكنوا في اوتيل؟ لا، يسكن مع امه، ما هي قاعده في شقه طويله عريضه لوحدها. والله فكره. انت اليومين دول عليكي شويه افكار، فشر علماء الاقتصاد اللي انا درستهم في الكليه. بس على الله بقى فوزيه توافق. فوزيه دي تتمنى، دي ما كانتش عايزه اتجوزه عشان ما يسيبهاش. مش المهم فوزيه، المهم عبد الغفور هيوافق على الوضع ده ولا لا؟ طبعا مش موافق، وحتى انا لو وافقت امها لا يمكن توافق. ده حتى كمان امها لو وافقت البنت جاز ما توافقش. لا لا لا، شيل الموضوع ده من دماغك يا محفوظ. طب اعرف مش موافقين ليه؟ وبعدين انت شفت بنفسك الشقه جنسها ايه؟ وما تنساش يا حاج، دي شقه ابويا الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه الف رحمه. اقعد اقعد بس. دي شقه بركه واللي سكنها ست ستات. بس انا هرد على سؤالك بسؤال. انت لما جيت تجوز المحروسه بنتك، الست فوزيه مراتك وافقت ان بنتك تقعد مع حماتها؟ الصراحه لا. اسم الله عليك. ساعتها بقى المحروس جوز بنتك عمل ايه؟ اشترى لها شقه، بس شقه ايه؟ تسوى لها دلوقتي يجي نص مليون جنيه. انا ما قلتلكش اشتري لهم شقه بكام، لا، اشتري لهم الشقه اللي تناسبهم وقول لي كام مطرح وانا هملاها لهم عفش. يا فهيم. ايوه يا حاج. قول لي محفوظ، انا قصرت في عفش ثانيه بنتي؟ ده على قد يا حاج، عفش ملوكي بصحيح. قول له كلفني قد ايه؟ احنا دفعنا 62572 جنيه و50 قرش. سمعت بودانك؟ يعني انت لو جبت لهم قصر بعود الله هفرشه لهم. انا ما قصرتش في الحاجات دي ما دام دي الاصول. ازيك يا حبيبي؟ كنت فين يا استاذ؟ ابدا، كنت مع ماما بتفرج على شقه بهيره. هما خلاص اشتروا الشقه؟ انا مش عارف انتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ مش هما اللي مستعجلين، ده ابو العريس. اشمعنى يعني ابوكي وافق المره دي بسرعه واشترى شقه لاختك؟ مش بابا اللي اشتراها، ده ابو العريس هو اللي دفع ثمنها. بس اسكت يا نبيل، انا حته شقه تجنن. وانت بقى صدقتي ان ابو العريس هو اللي اشترى الشقه؟ وهما بس هيكدبوا ليه؟ وبعدين ما تنساش ان ابو العريس ده غني قوي. واحنا بقى اللي فقراء، مش كده؟ نبيل انا ما اقصدش يا حبيبي، انت ليه بتاخدها بالمعنى ده؟ اعمل ايه؟ ما انا اصلي انسان معقد. انت جرالك ايه يا نبيل؟ ساعة تبقى كويس معايا وساعة الاقيك اتغيرت، انا ما بقتش فاهماك. وانت فاهمه ايه علشان تفهميني؟ انت هتفضلي عبيطه كده وتسيبيهم يلعبوا بعقلك. حقيقي اختك بهيره طلعت انصح منك وعرفت تاخد منهم اللي هي عايزاه. واتحداكي ان الشقه اللي انت بتتكلمي عنها دي وبتوصفي في جمالها مكتوبه كمان باسمها. بقول لك ابو العريس هو اللي دفع ثمن الشقه،
انت ليه بس مش مصدقني؟ شفتي عقد الشقه بعينك؟ طب وانا هشوف العقد ده فين؟ امال يعني عامله متاكده وبتوحيني، ايه اللي يثبت؟ ماما هي اللي قالت لي. ما قالت لك قبل كده ان الشقه دي بتاعتك؟ ماما عمرها ما قالت لي ان الشقه دي بتاعتي. عارف ليه؟ لاني انا عمري ما سالتها. ما هو لو كنت سالتيها ما كانش ده بقى حل. هو ماله حالنا بس يا نبيل؟ ما احنا كويسين اهو الحمد لله. انت اللي كويسه، لكن انا مش كويس. لكن معلش، كل مشكله وليها حل. اهلا اهلا عريس. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ابراهيم؟ شفت يا عم؟ حققت لك كل طلباتك. تلاقي امك قالت لك عشان تعرف بس انت غالي عندي قد ايه. مالك يا ابراهيم؟ بابا انا مش عايز اتجوز. بتقول ايه؟ انا مش متحمس للجوازه دي. يعني ايه؟ عايز تفضحنا؟ عايز تعمل لنا مشاكل مع الحاج عبد الغفور بعد ما اتفقنا ودفعنا المهر واشترينا الشبكه والناس بتجهز روحها، جاي تقول لي مش عايز؟ انت فاكرها ايه؟ لعب عيال؟ يا بابا انا من الاول ما كنتش متحمس لموضوع الجواز ده. انا لسه يا دوب متخرج وحتى ما كونتش نفسي. وهتكون نفسك ازاي يا اخويا؟ مش عن طريق الفلوس؟ مين اللي هيمول لك المشروع اللي بتحلم بيه؟ مش الحاج عبد الغفور حماك؟ يا بابا انا كنت بحلم اني ابقى حر في كل حاجه، في شغلي وفي اختيار الانسانه اللي هتشاركني حياتي. وافرض يا اخويا كنت هتختار مين؟ كنت هتختار واحده احسن من بنت الحاج عبد الغفور؟ تقدر تقول لي عيب واحد فيها؟ عيبها الوحيد يا بابا اني ما اعرفهاش، مش قادر اتجاوب معاها. عارف ليه يا ابراهيم؟ عشان ما قعدتش معاها الا مرتين بس. وانا سبق وقلت لك يا ابراهيم الحاجات دي بتيجي دايما بعد الجواز، بعد ما تعاشرها وتعاشرك. بس حضرتك يا بابا مريت بنفس التجربه، وكانت النتيجه ايه؟ رحت واتجوزت واحده تانية. ايوه بس ما سبتش والدتك. اوعى تفتكر ان انا بكره والدتك، بالعكس انا بحبها واحترمها واقدرها، لان دي في النهايه ام اولادي. واذا كنت اتجوزت واحده تانية صحيح فدي غلطه ما فقتش منها الا بعد فوات الاوان، لانها كمان بقت ام اولادي. طب وليه انا من الاول ما اختارش الانسانه اللي اقدر اتجاوب معاها واضمن اني اقدر اسعدها زي ما هي هتسعدني؟ عيبك يا ابراهيم يا ابني انك عايز كل حاجه، النجاح والمال والحب. صدقني يا ابراهيم مفيش بني ادم بياخد كل حاجه، والا كانت الدنيا اتغيرت. جايز يا بابا، جايز اللي حضرتك بتقوله ده يكون مظبوط. لا مش جايز، هي دي الحقيقه وهي دي الدنيا. البني ادم لازم يبقى واقعي يا ابراهيم عشان يقدر يواجه الحياه. ايوه بس انا مش قادر يا بابا. ذنبها ايه الانسانه دي بس تعيش مع واحد ما بيحبهاش؟ وهي ليه ما قالتش زيك كده؟ مش جايز اهلها يكونوا ضاغطين عليها؟ غلط. الاوهام اللي في دماغك دي غلط، بدليل ان انا لما اتقدمت لابوها عشان اطلبها الراجل وافق من حيث المبدا، لكن قال لي سيب لي مهله اخد رايها. يعني البنت عايزاك يا ابراهيم ومتحمسه لك، لو ما كانتش عايزاك كانت رفضتك. وما تنساش دي بنت مين؟ يعني احسن شبان في البلد يتقدموا لها. وعندك اختها اهي متجوزه ابن وزير. هو ده اللي معذبني يا بابا. هي عايزاني وانا مش عايزها. اذا كانت هي دي المشكله اطمن، هي هتخليك تحبها. وياما جوازات بدأت كده وقلبت بسعادة على الطرفين. يا ابراهيم يا ابني طلع الاوهام دي من دماغك. البني ادم ما بتجيلوش الفرصة غير مرة واحدة. هي دي بقى فرصتك يا سنابيل، هتتقطع اعمل واخلي واسوي لحد ما هم اللي ضحكوا عليك وبقت الفرصه فرصتهم. معاك حق يا ماما. الناس دول كانوا داخلين على طمع. بتضحك على ايه انت كمان؟ بضحك على اجمل نكته قلتيها يا دريه. قصدك ايه؟ هيطمعوا فينا على ايه؟ ثروه ما عندناش الا الستر، حتى لو كان عندنا مش هيكون حاجه جنب اللي عند الحاج عبد الغفور. الفلوس مش كل حاجه يا مصطفى. غريبه الكلام اللي انت بتقوليه دلوقتي. طبعا في حاجات تساوي اكتر من الفلوس. زي ايه؟ الجاه. انت ناسي انهم واخدين ابن وزير؟ انت مش قادره تنسي ليه ان انا وزير سابق راجل على المعاش،
محدش فاكره ولا عايز يفتكره. هيفتكروا مين ولا مين؟ البلد ما فيهاش اكتر من الوزراء السابقين. يعني عاجبك الوضع اللي فيه ابنك ده؟ ابنك هو اللي اختار. يا بابا انا كنت حاسب حساباتي. بس يظهر ان حساباتك طلعت غلط. هما اللي ضحكوا عليه. انا خايف تكون استعجلت. يا بابا حضرتك عايزني استنى اكتر من كده؟ ده انا بقالي تقريبا سنه متجوز. انت خططت واستعجلت. احنا كنا دايما في الوزارة نتكلم على الخطط الطموحة. يعني يعني الخطط اللي ممكن نحققها على المدى البعيد، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة. وعشان نحقق الخطط دي لازم الصبر والمعاناة. يا بابا يعني عايزني اصبر لحد امتى؟ كل إنسان له عمر، يعني في النهاية لازم يموت. وحماك مش هيخلد في الدنيا، لازم هيجي يوم وينتهي فيه عمره، وبنته ساعتها تورث ملايين. هي دي سنة الحياة، أجيال بتورثها أجيال، بس لازم من الصبر. انا عاوز اتمتع وانا شاب لسه بصحتي، مش استنى ما ابقى عجوز. كل واحد بياخد نصيبه يا ابني. ما تسمعش كلام ابوك، سيبك منه واسمعني انا. أيوة، خليك أنت مع مامي، أنا بتاع الخطط المؤجلة، خليك أنت مع الخطط العاجلة. ايوه يا ماما، عايزه تقولي ايه؟ لازم تشوف لك طريقه مع مراتك، لازم تهددها بانك هتسيبها لو ما نفذتش كل طلباتك. طيب اطلب منها ايه بالظبط؟ يا ابني يا حبيبي اتلحلح اتحرك، البنات هيصفصفوا وساعتها هتحط ايدك على خدك وتقول يا ريت اللي جرى مكان. لا، والمره دي ايه؟ جوازه سقعه قوي. ده انا كنت قاعد وسامع الحاج وهو بيتشرط وبيطلب من محفوظ سردينه، ومحفوظ سردينه مش قادر يحط منطق. ساعتها قلت لنفسي هتعمل ايه يا صعلوك بين الملوك؟ ايوه يا اخويا، ايوه يا اخويا، ايوه يا اخويا، كسر مقاديف في الواد، احنا حاجه وهم حاجه. ماما ماشيه على طريقه الاقربون اولى بالمعروف. طب ايه رايكم افتح انا بكره سيره مع الحاجه؟ انت اتجننتي؟ سيره ايه؟ الله، احجز البيت قبل ما حد تاني يتقدم لها. حد يتقدم لها؟ والله عندك حق يا فتحية. طب هتفتحي معاها سيره هتقولي لها ايه؟ سيبك انت من الكلام ده كله، انا هقعد بقى ارص واستف واقول درر في ابني واحنا بنطبخ طبيخ الفرح. تطبخوا ايه؟ انت عارفه الفرح هيتعمل فين؟ فين؟ في الكنده كبيره كبيره قوي.
ده كلام يا سيد. ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ معلش على ما تيجي حاجه تجيبنا يا حاج. عموما ربنا يتمم بخير. الله يخليك. مبروك يا حاج. تعرف انا عملت ايه يا حاج؟ قفلت عن زباين القهوه عشان اجي بسرعه. الله يجازيك يا حمام. ربنا يتمم بخير. عايزين نتحافظ بقى يا حاج. ان شاء الله. خش اقعدوا مع فهيم افندي، انا رجلي تعبت من الوقفه، كمان شويه هحصلك. ربنا يقويك يا حاج. يلا يا حمامه. معقول يا حاج واقف سيبني ادخل الراجل لوحدي؟ انهي راجل؟ اللي دخل معاه دلوقتي ده وزير. وزير؟ هو كل راجل هيجي هتقول عليه وزير؟ ليه؟ هي البلد فيها كام وزير؟ لا لسه في 2 جايين كمان. لا يا عم انت بقى تقف تستقبلهم، انا خلاص رجلي نملت مش قادر اقف. انا هخش اريح الجته جوه واقعد مع العيال. العظمه كبرت يا حاج. بس يا ابو كرش. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مني. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مني. شغلان بتعدي مش شايفاني، وانت اليوم والتاني تسأل عليك ملايين، تسأل عليك ملايين، تسأل على حاجة فيك نقصان. طب ليه العيون تنساني وانت يا دوب في ثواني وانا كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مين. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مين. يمكن عجبهم كلك لما اللعبة بتضحكلك. طب ما احنا وبنشبهك ولا احنا مش شايفين، ولا احنا مش عاجبينك، وعايز نخف دمك ولا عشان مش همك لما البنات بتدارك. البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مين. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مين. عايزك يا اللي عايشة في خيالي تملي، اللي انت شمس وضيء واجمل من التانيين، اجمل من التانيين. اما اللي تحبه وخلي القلوب بتغني، لكن صرحتي وقولي ليه هما بتحبني وانا كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك اللي زيك مين. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا وقتك انت اللي زيك مين. انت اللي زيك مين. انت اللي زيك مين. انت اللي زيك مين. عشنا وشفنا العريس والعروسه هم اللي بيرقصوا، امال العوالم يعملوا ايه؟ ما هي دي الافراح الافرنجي يا حاج. شوف يا فهيم افندي، مفيش افكه وانزه من الافراح البلدي بتاع زمان. انت هتقول لي يا حاج ده كان الفرح يقعد 3 ليالي
مغنى ايه وطرب ايه الناس ايه عماله تديها اكل. بمناسبه الاكل هم سايبيننا ليه كده ميتين من الجوع؟ اجيب لك حاجه تصبر بيها يا حاج؟ لا خليك يا سيد لحسن محفوظ يحسبها علينا اكله. هو راح فين ابو كرش ده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. والعصفوره العصفوره العصفوره جت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مبروك يا حبيبي. ما هو ده فرحك برضه انتوا اخوات. ده الا انت ده الا انت وخطوتك العزيزه الا انت. ان شاء الله تكوني فرحانه عندنا كده ومفرفش. الف مبروك. اهلا وسهلا. خلي بالك من نينتك. لا تختار حبايبي يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لو كنت عارف ان الفرح بالشياكه ديت كنت عزمت كل اصحابي. شايف الفرح اللي يفرح مكلفين. اشمعنى فرح؟ هما كانوا مستقليين بينا ولا ايه؟ اطمني يا ماما، الليله دي بقى هحط النقط على الحروف. قرب يا اخ، تعالى وحياة ابوك. ايوه يا فندم. اسمع، نزل لنا بقى احنا طقم عشاء لحسن احنا ميتين من الجوع. تحب تشرب حاجه حضرتك؟ هات لنا شفشق ميه ساعه. تحت امرك. بقول لك ايه؟ نص بطيخه متلجه كده. حاضر. ايه يا محفوظ بتدور على مين؟ الراجل عبد الغفور سابني وما اعرفش غاطس فين، زي ما يكون مش فرح بنته. لا واخرة السهر ده انا هقول لهم يقوموا يروحوا. تعالى هنا يا حاجه ولا ايه؟ دي ليله في العمر ما تسيبيهم يفرحوا. المزيكا لسه هتلعب تاني وانا ههري نفسي رقص. لا يا اختي البنت تتعب. دول مسافرين بكره. مسافرين؟ مسافرين رايحين فين؟ بلاد بره. بلاد بره؟ يعني هيركبوا طياره؟ اه طبعا يا ماما. امال هيسافروا بره ازاي؟ عقبالك يا نرمي. هي العروسه هتقضي شهر العسل في اوروبا؟ ايوه ابو العريس هيسافرهم اوروبا. ما قلتليش الحكايه دي يعني. ما كانش حد يعرف غير النهارده. شفت؟ هيسفر بنته تقضي شهر العسل في اوروبا. ما عملهاش مع ابنك نبيل؟ ايه يعني الحكايه دي؟ هي ثانيه بتقول لك ان ابو العريس هو اللي عازمها. تصدق؟ وهيروحوا فين بقى في اوروبا؟ يا حفيظ، ده الواحد دماغه طبلت من الخبط والرقع ده مش مزيكا، دي اعوذ بالله انابل نازله على نافوخ الواحد. ايه في المغنى بتاعنا احنا يا حاج. يا فهيم، الواحد دلوقتي بيتمشى على مولاه ويا ليل ويا عين. يا سلام لو في شيشه دلوقتي يا حمامه. كان على عينيا يا حاج. حمامه يتوهنا يا حاج. انا اللي هجيب لك الشيشه. هتجيبها منين يا سيد؟ ده احنا هنا في الهو. هجيبها لك من تحت تقاطيع الارض. ايه اللي انت شايله ده يا سيد؟ الله يخرب عقلك يا سيد. تعرف ان انا عملتها قبلك من 25 سنه. الله يرحمك يا حاج ابراهيم يا سردينه. ربنا يديك طول العمر يا حاج. على اذنك دي واحده. بصراحه الراجل عبد الغفور ده كسفني قدام الناس. تخيلي جايب شيشه هنا. شيشه؟ والله دمه خفيف. انا يعني اللي دم تقيل؟ جراني يا حاجه، انت نكديه كده ليه؟ غاويه نكد. في حد يعيط في فرح بنته؟ هي يا ماما كده تفرح تعيط تزعل تعيط. صعبان عليا يا عبد الوهاب. كان نفسي يبقى معانا فلوس. يا اختي بكره ربنا يجيبهولك بالسلامه وتفرحي بيه. بذمتك يا حاجه بامنك امانه السيده في ظهرك. ايه رايك في خضر ونوفل؟ مش لايقين لبعض قوي قوي. اختي يا فتحيه هتشوفوا دواته. ايه ايه بقول لك يا حاج، بس محفوظ بيقول لك ان في ناس مهمين قوي عاوزين يقابلوك. وماله؟ ايه اللي عايزني يجيني؟ دول وزراء يا حاج. انا ما بقومش لحد. انا مش هقوم من مطرحي. انا ما بعوز حاجه من حد، بروح لغايه عنده واخبط على بابه. اما كانت حته ليله يا نبيل تجنن. مبسوطه قوي يا اختي؟ ليه؟ هي الليله ما عجبتكش ولا ايه؟ انا بتحسر على ليلتنا.
ومالها ليلتنا؟ دي كانت ليله زي الفل. دي كانت ليله منيله. خص عليك يا نبيل، حد يقول على ليله جواز وليله منيله؟ ليه؟ هو انت ما شفتيش بعينيكي؟ عايزه تقارني ليله اختك بليلتك؟ تقدري تقولي ده معناه ايه؟ ده ملوش غير معنى واحد. ابوكي بيحتقرنا، مش مالين عينيه زي سردينه وابنه. وابويا ماله بس؟ ما انت عارف ان ابو العريس هو اللي عمل ده كله. برضه هتقول لي ابو العريس. اظن هتقولي لي ابو العريس هو اللي مسافرهم يقضوا شهر العسل بره. ايوه. ايوه؟ وابوكي قاعد بيعمل ايه؟ بيتفرج؟ لا يا ست هانم، لا 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 لا. انا ما اسمحلكوش ان كنتوا تهزقونا بالشكل ده. بقى عشان بابا كان راجل ذوق معاكم تعملوا فينا كده؟ بقى انا علشان كنت بحبك ومش طمعان في اي حاجه يكون ده جزائي؟ نبيل يا حبيبي، احنا مش خلاص المواضيع دي نسيناها؟ لا لا لا، ما نسيناهاش ومش هنساها غير لما كل حاجه تتصلح. يعني ايه؟ يعني انا مش عاجبني الوضع ده ولازم تشوفي لك حل، ولا يا بنت الناس كل واحد يروح لحاله. كل واحد يروح لحاله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نبيل؟ يعني هو ده الكلام اللي عندي وما عنديش كلام غيره. طب والحل؟ الحل انه نسويكي باختك اللي اتصرف عليها مئات الالوف. لازم يكون ليكي دخل وتعيشي على مستوى، ولا يعني نسيب غيرنا يتمتع بفلوس ابوكي واحنا نقف نتفرج؟ ايه؟ سكتي ليه؟ مش عاجبك كلامي؟ خلاص، ما دام كلامي مش عاجبك يبقى نتطلق وكل واحد يشوف حاله. يا رب يا غفور يا رحيم، ما غفرت لنا طول عذابنا. لا اله الا الله. ساتر. خير على الصبح. الو، صباح الفل يا سنية. خير يا حبيبتي. ايه؟ اتكلمي بس بالراحة. ازاي الكلام ده؟ كده من الباب للطاق؟ طب بس ما تعيطيش. انا هجيلك انا وابوكي دلوقتي حال. ايه في ايه يا فاطمه؟ مالها ثانيه؟ يا بنتي اهدي كده وفهميني بالراحه. ايه اللي حصل خلاه يخرج ويسيب البيت؟ يا بنت كفايه عياط وحش النكد ده انت عروسه. هو مد ايده عليكي ولا ايه؟ انت ضايقتي في حاجه؟ طول لسانه عليكي؟ لا. لما هو لا امال اتخانقتوا ليه؟ بيقول ان عشتنا دي مش عاجباه. يعني ايه عشتكم مش عاجباه؟ ايه معنى الكلام ده؟ ده ايه الحيره اللي احنا فيها دي؟ وما جابان على ملوشنا ليه ما تنطقي؟ هو في حد غريب؟ ده ابوكي وامك. فاطمه الظاهر عايزه تقول حاجه مكسوفه تقولها قدامي. خديها في الاوضه جوه خليها تفضفض لك. تعالي يا اختي. لا يا ماما، مفيش حاجه عشان اخش جوه. امال ايه الحكايه يا بنتي فهميني؟ بيقول ان العيشه بتاعتنا دي لا هي من مستوايا ولا من مستواها. ليه؟ انت بتاخدي فلوس وتصرفيها علينا؟ ايه الكلام اللي ملوش معنى ده؟ ولما هو مش مبسوط في حياته ذنبك انت ايه؟ هو مين الراجل ومين الست؟ وعشان كده بقى ان شاء الله مشي وساب لك البيت؟ ايوه يعني ايه؟ ده يبقى مجنون. هو ده السبب يسيب البيت عشانه؟ لا اكيد في حاجه تانية. ايوه، هو فاكر انك انت دفعت تمن شقه بهيره وعملت لها الفرح وسافرتها بره. ما حصلش يا بنتي حاجه من دي، ما كل شيء كان على ايد امك. والله يا بنتي ما حصل الظلم حرام، ده انت حتى عارفه ابوكي ما عندوش خيار وفؤوس كلكم عنده زي بعض. وبعدين بقى انا اديتك حقك اكتر من اختك بهيره وشلت عنه الشقه والفرح. الله، عايز ايه اكتر من كده؟ اما بني ادم غريب، وبعدين انا حر اعمل اللي انا عايزه. هو لو كان عايز يعمل حاجه كنت هقول له لا. وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لي يا ابوك يكتب لك حاجه كل واحد يروح لحاله. اكتب لك ايه يعني؟ مش فاهم. عماره مثلا. قولي كده بقى. اهو ظهر وبان على حقيقته، وانا كنت مستني وبسال نفسي ايه اللي اخره لغايه دلوقتي. جالك كلام يا ست فاطمه؟ جالك كلامي وما طلبش منك حاجه تانية؟
أو 3000 جنيه كل شهر. طب ما ياخدهم من ابوه ولا من هارم امه، ولا هي بس عنطازه على الفاضي؟ هو الطمع كده عيني عينك. وتلاقيكي بتحكميه مصروفك اللي بدولك اول كل شهر. ما انا عارفك هبله. لو كنت سبتيني اقرص عليهم في الاول ما كانش حاجه من دي حصلت. معلش بالراحه، هي منحوره خلقه، ده نصيب. ما هي دلعت نفسيها عليهم في الاول. اسمعي يا فاطمه، هتقعدي معاها كام يوم هنا لحد ما اشوف ميتهم ايه. رجع زي الكلب يعيش معاها بالعدل كان بها، ما كانش انا ليا تصرف تاني. بيعدوكوا عليا. يا ساتر. على العموم انت اتصرفت مظبوط. سيبهم بقى شويه لما يتأدبوا يعرفوا هما مناسبين مين. بصراحه يا ماما انا زهقت، حاسس زي اللي خد اكبر مقلب في حياته. معلش، بكره يعرفوا قيمتك كويس قوي وينفذوا لك كل طلباتك. تفتكري يا ماما؟ بكره تشوف. انت جبت كل حاجتك من هناك؟ ما لحقتش، يا دوبك جبت بدله وبيجامتين وحاجات بسيطه كده. كويس، عشان ما يقولوش انك مش راجع تاني. او تديهم اسبوع كده، لو ما سألوش فيك تروح تجيب بقية حاجتك، او تفضل تلعبهم كده. طب وبابا رايه ايه؟ انا قلت له ما يتحشرش. الو. ايوه يا استاذ هانم، انا عبد الغفور البرعي. عدم المؤاخذه ممكن اتكلم مصطفى بيه؟ مصطفى الحاج عبد الغفور، كلمه زي ما اتفقنا، لا كلمه زياده ولا كلمه ناقصه. الو، اهلا يا حاج. يا مصطفى بيه، عاجبك اللي بيعملوه العيال دول؟ يعني فات 4 ايام قلت انك هتتصل بيا وتقول نقعد مع بعض ونشوف ايه الموضوع. والله دي حاجات بينهم وبين بعض يا حاج. الحقيقة أنا شايل إيدي من الحكاية دي. أفتكر هو قال لسانية على طلباته. أنا حاولت أعرف منه يا حاج، رفض إنه يتكلم وقال لي إنه متفق معاها عليها. هو قال لك كده؟ طب أنا بقى عايزك تبلغه حاجة. قول له الراجل اللي ما يقدرش يصرف على بيته ما يستاهلش يكون له بيت ولا يقني واحدة ست. مع السلامة. عليا النعمة، ده الكلام المظبوط. يسلم فمك يا حاج. عايز صراحه يا حاج وما تزعلش مني، الناس دي بقى داخله على طمع. أنا كنت عارف كل حاجة يا جماعة، بس أعمل إيه؟ بنتي كانت ماسكاني من إيدي اللي بتوجعني. بتحبه. الواد لعب بعقلها. والله ما يستاهلها يا حاج. بس أنا بقى هشتغل لهم في الأزرق. فهيم، خد العربية وروح اشتري كالون جديد وخد نجار معاك. غير الكالون القديم وبعد كده وصل ثانية وأمها للبيت وهات لي هنا المفاتيح الجديدة. ده راجل قليل الذوق، لازم يتربى، لازم يتربى، سنة لازم يتربى. أنا مش شايف إن الراجل غلط معاه في الكلام، كل الكلام اللي بيقوله مظبوط، لازم الراجل يتكفل ببيته. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ بس احنا ما اتفقناش معاه إنه يصرف على ابنك. يا سلام، أمال هو كان بيتجوزها ليه؟ يبقى اسأليه أنت السؤال ده، يمكن يقدر يجاوبك. أنا مش قادرة أفهم، أنت معانا ولا معاه؟ أنا مع الشيء المظبوط. عموما ما دام اتصل يبقى بيجر ناعم. أنا مش شايف إن هو بيجر ناعم، الراجل كان هادي جدا وحاسم جدا. طب بكرة تشوف، إن ما جالك راكع على ركبه ما بقاش أنا ضرية. ارفع راسك يا بت، ارفع راسك يا بت. انا على رأي المثل، تدخل على عدوك معرش ولا تدخلش مكرش.
ارفع راسك يا هبله، ده احنا اللي سايبين. الو يا حاجة، خير؟ وكان رايح الشقة يهب بيه؟ قال ايه جاي عايز ياخد حاجته؟ ده بعد عنك، ده عالم جبلات. ازاي وازاي نغير كالون الشقه؟ البعد هي كانت شقتكم ولا كانت شقه ابنكم ولا من اساسه كانت شقه البيت؟ ده شقه ابننا، شقه اخوه. ده ما عندهمش دم، لو بيتشنكوا علينا ولا يهمنا، مطرح ما يحطوا راسهم يحطوا رجليه. عفارف عليك يا حاجة. لا بجد عرفت تشكميهم بصحيح. ايه؟ يهدد ايه ويكسر ايه؟ طب اياك بس يهوب ناحية الشقة تاني وانا اخلي فهيم افندي يقدم بلاغ ضده في الاسم. حاجته؟ لا هترجع له طبعا. ما انت عارفة يا حاج ما بناكلش حق حد. ما تقلقيش انت. مع السلامة. سمعت اللي حصل؟ تمام زي ما قلت كده، احنا نعمل له بلاغ في الاسم، يجيبوه وياخدوا عليه تعهد. حلوة حكاية التعهد دي. أنا اللي بيعجبني فيك يا فهيم أفندي إنك معايا على الخط على طول. وهي عشرة يوم يا حاج. ربنا يديم المعروف. المهم دلوقتي أنا هطلب منك حاجة. أنت تؤمر يا حاج. الحاج عبد الغفور بعتها بيقول دي حاجة نبيل بيه. ايه ده يا سلام؟ البواب بيقول الحاج عبد الغفور بعت الحاجات دي لنبيل بيه. ايه؟ اما راجل قليل الذوق صحيح.